تخيل انت ماشي في طريق فاضي وفجأة تشوف شخص جاي من بعيد بيقرب منك خطوة بخطوة، وكل ما يقرب بتحس ان ملامحه مش غريبة، لحد ما تكتشف انك بتبص لنفسك، بس نفسك بعد 10 سنين. بيبصلك نظرة غريبة فيها حنين، بس كمان فيها سؤال: هل وصلت للمكان اللي كنت بتحلم بيه؟ ولا لسه بتلف في نفس الدايرة بنفس الأعذار بنفس الخوف؟ يمكن يقولك: كنت فاكر إن الوقت هيحل كل حاجة، بس الوقت ما بيعملش حاجة غير إنه بيعد. كل ثانية في حياتك دلوقتي هي طوبة في شكل حياتك بعد 10 سنين. كل قرار صغير، كل تأجيل، كل جملة هعملها بكرة هي اللي بتصنع النسخة اللي هتقابلها قدامك يوماً ما. لو قابلت نفسك بعد 10 سنين، هل هتحضنها بفخر؟ ولا هتبصلها بحسرة وتحس بالندم؟ يمكن النسخة هي تكون منهكة، اتأخرت في حاجات مثلا وخسرت ناس واتدمرت، بس لسه فيها أمل، مستنية النسخة اللي دلوقتي انت تاخد خطوة، تصحى وتبدأ. الحياة مش بتستنى، وكل يوم بتأجل فيه اللي نفسك تعمله هو يوم بيتسحب من عمرك من غير ما تحس. ما تسيبش نسخة المستقبل تبصلك وتقولك كنت قادر تعمل أكتر من كده. ابدأ النهاردة، مش عشان الدنيا هتتغير في يوم، لكن عشان بعد 10 سنين تبص وتقول لنفسك: أنا فخور إني ما استسلمتش. وفي النهاية، النسخة اللي هتقابلها بعد 10 سنين هي نتيجة كل ثانية عشتها النهاردة، فخليها تستحق إنك تقابلها بابتسامة. وما تنساش إن كل لحظة من لحظاتك مكتوبة بحكمة، وكل خطوة بتخطيها محسوبة بعين ربنا اللي عارفك أكتر من نفسك. يمكن الطريق صعب، بس هو دايما معاك فيه. النجاح مش بس في إنك توصل، النجاح إنك تمشي الطريق بإيمان إن ربنا بيكتب لك الخير حتى في التأخير. فخلي نسختك بعد 10 سنين تكون شاهد إنك وثقت وسعيت وما يئستش، ولما تبص في مرايتك وقتها تقول: الحمد لله، كنت ماشي في الاتجاه الصح. ولو الكلام ده لمسك فأنت في المكان الصح، لأن هنا بنتكلم عن الأسئلة اللي دايما بتلف جوانا ومحدش بيجاوبها. اعمل لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي، يمكن السؤال اللي جواك هو اللي هنحكي عنه المرة الجاية.